كأس العالم بنظامه الجديد عبارة عن إيه واللي هنعرفه مع بعض. كأس العالم السنة دي مختلف عن أي كأس عالم تاني يا جماعة، وده علشان بيشارك فيه 48 منتخب. ال 48 منتخب متقسم على 12 مجموعة، بيصعد منها الأول والتاني كالعادة، وبعد كده بيصعد أحسن 8 توالت في المجموعات. ففرصة كبيرة جدا وعظيمة للمنتخب المصري إن احنا نصعد بإذن الله. والمرحلة اللي هيصعدها بإذن الله المنتخبات بعد دور المجموعات هي مرحلة خروج المغلوب. خروج المغلوب هنا من دور ال 32. فهنشوف إن شاء الله هيحصل إيه، وبإذن الله كل التوفيق لمنتخب مصر، خصوصا إن المجموعة بتاعتنا مش صعبة ونقدر إن احنا نصعد فيها بسهولة. أول ماتش يعتبر هو العقبة الأصعب وهو ماتش بلجيكا، أما المباراة التانية فهي في المتناول. المنتخب النيوزيلندي المصنف ال 85 عالميا واللي بيعود للمشاركات العالمية وكأس العالم بعد غياب 16 سنة. وأعتقد إن منتخب مصر فرصه كبيرة جدا، لأن كنا شفنا لقاء مع منتخب هايتي للمنتخب النيوزيلندي وانتهى فوز منتخب هايتي اللي هو مصنف بعيد جدا 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 برباعية نظيفة على المنتخب النيوزيلندي. فأعتقد دي الحلقة الأضعف بالنسبة في مجموعة مصر. أما المنتخب الإيراني بيلعب كرة حديثة ومتطورة، ولكن هو في المتناول، مش بعيد إن احنا نقدر نعمل نتيجة جيدة معاه. كل التوفيق للمنتخب المصري ورجال الكابتن حسام حسن، وإن شاء الله نشوف كأس عالم محترم ونحقق أول فوز في تاريخنا في كأس العالم بإذن الله على يد حسام حسن.